هنا صوت المنتدى. صوت المنتدى بث إذاعي يأتيكم يومي الأربعاء والسبت من كل أسبوع، وفي الأوقات من 8 إلى 9 مساء أيام الأربعاء، ومن 9 إلى 10 مساء أيام السبت بتوقيت إريتريا. صوت المنتدى على الموجة القصيرة 15245 كيلو هرتز أو 19 متر باند. صوت المنتدى على مدى 24 ساعة في القمر الصناعي النايلسات ب8 درجات غربا، وعلى تردد 11678 للاستقطاب الرأسي. صوت المنتدى علم مستقل وحوار وطني بناء. صوت المنتدى. أعزائي المستمعين، مساء الخير وأهلا ومرحبا بكم في منتدى السبت. نحييكم اليوم أنا وزملائي صلاح الزين وجمال عثمان همد، ونقدم لكم قبل كل شيء التحية بمناسبة أعياد الميلاد والعام الجديد. أعاده الله عليكم بالصحة والسلام، وكل عام وأنتم بخير. مساء الخير جمال، مساء الخير صلاح. يا هلا ومرحبا أمال، وأهلا وسهلا بالمستمعين الأكارم. مساء الخير أمال، مساء الخير صلاح، ولا ننسى أيضا أن نهنئ كافة المسلمين بعيد ميلاد السيد المصطفى صلى الله عليه وسلم، والذي مر عليه 3 أيام تقريبا. نعم، يعني هو موسم أعياد، نتمنى أن تحل ببركاتها على شعبنا وبالخير والسلام، ونتفائل خيرا مع العام الجديد. في هذه الساعة زي المستمعين سنعكس وزملائي الأضواء على أهم الأحداث التي مرت في الأسبوع الماضي بشكل عام، وسنتحدث عن زيارة الرئيس أفورقي إلى زيارة رئيس النظام إلى السعودية، ودخول البلد في تحالف مع السعودية والتحالف الإسلامي. وسنتحدث أيضا عن المعتقلون في سجون النظام ونتذكرهم في هذه المناسبة، وأيضا سنخلد ذكرى اعتقال الفنان العظيم إدريس محمد علي بمناسبة مرور 10 سنوات على اعتقاله. ابقوا معنا وأهلا بكم. أحبابنا ما زال في قنديلنا وهج البريق، لم تخمد الأشواق في أعماقنا، لن يزوي نحن الطريق، لم تخمد الأشواق في أعماقنا، لن يزوي نحن الطريق، الزاحفون مع المدى لن ينحنوا رغم المجازر والحريق. أحبابنا
قنديلنا واهجر البريق. أحبابنا ما زال في قنديلنا واهجر البريق. لم تخمد الأشواق في أعماقنا لم ينزوي لحن الطريق. لم تخمد الأشواق في أعماقنا لم ينزوي لحن الطريق. الزاحفون مع المدى لم ينحنوا رقم المجازر والحريق. أحبابنا أحبابنا. أهلا بكم مجددا أعزائي المستمعين، وكما ذكرنا في هذه الساعة سنلقي الضوء على الأحداث المهمة في الأسبوع الماضي، ومن أهمها هو يعني البيان أو التصريح الصحفي الذي صدر من وزارة الخارجية الإريترية بخصوص المبادرة السعودية لإقامة حلف لمحاربة الإرهاب. في هذا الموضوع يعني في هذه الرسالة أو البيان تقول الخارجية باسم النظام أن حكومة إريتريا تدعم الحلف الذي أسسته أو أنشأته السعودية لمحاربة الإرهاب، وتؤكد على استعداد النظام بالمشاركة والمساندة الغير مشروطة لدعم هذا التحالف. جمال، نبدأ معك في قراءتنا لهذا البيان ولهذه الخطوة التي يقوم بها رئيس العصبة الحاكمة في أسمرة حاليا. هذه ليست أول مرة تحاول إريتريا أن تكون ضمن الدول التي تدعي أنها تحارب الإرهاب. فقد أعلنت في 2002 تقريبا للولايات المتحدة ودون شروط مسبقة أن تكون إريتريا على رأس الرمح في المنطقة وتستضيف القوات الأمريكية التي كانت أعدت لمحاربة القاعدة آنذاك وبدون شروط، ولكن وزير الدفاع الأمريكي الأسبق رفض الشروط الإريترية وتقريبا تم التقاضي عن عرض الإريتري لصالح جيبوتي وإثيوبيا. الآن أيضا إريتريا تطرح نفسها للمملكة العربية السعودية للمشاركة ودون شروط مسبقة ودون أي تحفظ، مع اختلاف السنوات، مع اختلاف الوضع والظرف، ولكن هي أيضا تعرض ذات الشروط لكن يمكن بسخاء أكبر للجار الكبير المملكة العربية السعودية. من المعروف أيضا أنه السياسة الخارجية هي انعكاس للسياسة الداخلية، فدولة تحارب شعبها بشكل منظم وتمارس الإرهاب ضد شعبها لا يمكن أن تكون ضمن حلف يعني الهدف منه محاربة الإرهاب الإسلامي المتمثل في داعش حسب ما يقولون. هذه السياسة الإريترية الجديدة هي أيضا محاولة لاسترداد ما فقدته خلال السنوات الفاتت من علاقات مع دول الجوار وخاصة الدول العربية. أنا أعتقد أنه إريتريا سوف لا تمثل يعني أي إضافة لهذا الحلف سوى أنها يعني تعرض أمن شعبها وتعرض سيادة الوطنية أو السيادة الوطنية للبلد للمزيد من الانتهاك ومزيد من إدخال القوات الأجنبية التي سوف يعني تكون يعني ساحل إريتريا مقر لهذه القوات ومن أجل محاربة الإرهاب كما يقولون. نعم بالتأكيد. يعني جمال، يعني
كما يقال الإرهاب لا يحارب بالإرهاب، يعني أولا هذا الحلف أو دخول النظام في الحلف هو دخول نظام مفرد، يعني وليست إريتريا وليست البلد كما نعلم جميعا. وكما قلت يعني لن يكون له أي انعكاس إيجابي على مستوى الشارع الإريتري، على مستوى الشعب الإريتري، على مستوى الدولة الإريترية. هي فقط محاولات النظام ومراوغاته للبقاء في السلطة. صلاح، في نفس هذا السياق على أرض الواقع كيف نقرأ هذا الدخول للنظام في هذا التحالف؟ نعم آمال، يعلم المجتمع الإريتري وغير الإريتري والزعماء العرب بأن الطاغية الحاكم في أسمرة يعلمون تماما ماهيته، ويعلمون تماما أنه لا يصلح أن يكون حليف حتى لأمور أقل يعني من الحرب والتحالف العسكري، لأن الأمور العسكرية والتحالفات العسكرية تحتاج إلى أن تتوفر في الأطراف المتحالفة أولا كثير من العوامل، أهمها مكون الثقة وجوامع أخرى. ولكن في حالة إسياس أو في حالة الزعماء العرب الذين طلبوا من إسياس أن يكون جزء من هذا التحالف، هي الضرورة فقط وليس غيرها. الضرورة اقتضت أن يشتروا هذا الرجل لأنه جاهز شخصيا للبيع، وبالتالي لبيع إريتريا وأراضيها وشعبها كما قلت. تحدثنا عن هذا التحالف في التعليق السابق يوم الأربعاء. نعم. والآن ليس هناك ما يضاف، ولكن هذا التحالف بالذات طرفه الإريتري ومع هذا النظام هو تحالف هش. سرعان هذا الرجل في حالة جاء من يدفع أكثر فهو سيتخلى عن هذا التحالف. نعم. نحب أن نؤكد بأن أي دولة أو مجموعة دول من حقها أن تشكل تحالفات عسكرية سياسية اقتصادية، هذا حق من حقوقها. نحن الآن كإريتريين ليس لدينا اعتراض على أن تكون المملكة العربية السعودية ودول عربية وإسلامية وغيرها أن تكون تحالف عسكري، ولكن الإشكال أن يكون جزء من هذا التحالف الطاغية الحاكم في إريتريا. ولا يعقل نفس الرجل الذي كان يؤجر ويستضيف حركات مسلحة تعمل ضد دول الجوار، دول قائمة، أن يكون اليوم هو في المعسكر الآخر. يعني تدريب الحوثيين في إريتريا من 2006 و2007 و2008 وتهريب السلاح إلى مناطق صعدة والشمال اليمني لصالح الحوثيين، كل هذه الأمور اليوم أن يكون في المعسكر الآخر. يعني هذه الأمور تعلمها القيادة السعودية تماما، وتعلمها القيادات الخليجية وكل من هو على رأس هذا التحالف. ولكن هي الضرورة اقتضت أن يكون السياسة اليوم معهم، وسياسة رجل له ليس هو أكثر أو أقل من رجل يبيع جاهز لبيع نفسه. حتى كما ذكر جمال هناك أيضا أيام استعدادات الأمريكية لإسقاط نظام صدام حسين، هو عرض البحر وعرض الأرض والجو الإريتري، ولكن وجدوا قواعد أقرب إلى العراق من إريتريا فما عاروه اهتمام. فأنا هناك شيء أريد أن أتحدث عنه. نحن ضد دخول نظام أسمرة في هذا التحالف، لأننا نعلم أن شعبنا لا ناقة له ولا جمل في الحرب أو في أهداف هذا التحالف. المقلق بالنسبة لنا أو المرفوض نقولها بصراحة أن نسمع تهديدات من دولة ليس لها علاقة بإريتريا. نعم هناك نظام نسعى لإسقاطه ونعارضه، ولكن أن تهدد دولة وتدعي أنها لم يتم استشارتها بتحالف دولة أو دول أخرى مع دولة قائمة أو حكومة قائمة أو نظام قائم في إريتريا، هذا ليس شأنها. والمقلق أكثر والمرفوض أكثر كمان بصوت عالي أن يدعو موقع إثيوبي بشن حرب على إريتريا أو احتلال إريتريا. فتجراي أونلاين هذا الموقع يوميا أنا أتابعه يحرض الحكومة الإثيوبية على أن تقوم بخطوة، لأنه حالة الحرب ولا حرب في إريتريا يقول الموقع أو حالة السلم ولا سلم أو لا تجدي، وبالتالي عليكم بالقيام بخطوة. أنا أقول لتجراي أونلاين هناك أحداث في إثيوبيا تستحق منكم الالتفاتة وتستحق منكم التغطية، لا شأن لكم أن تستأجر إريتريا ميناء عصب أو غيرها لدول أخرى، هذا شأن داخلي
اتركونا في شؤوننا وليس لكم علاقة. وهذه التهديدات مرفوضة إن كانت من موقع أو إعلامي أو من حكومة أو من أي جهة في أي دولة جارة. نعم. هنا أيضا أحب أن أضيف يعني وأعبر عن قلقي من انعكاس مثل هذه التحالفات في المنطقة على أوضاع شعبنا في الداخل، لأنه تحت ذريعة الإرهاب يمكن أن يشدد النظام قبضته ويحارب الداخل أكثر تحت فكرة أنه هو قاعد يحارب الإرهاب، وأنه تجي تهم جديدة ضد أبناء شعبنا وضد السكان بأنه هؤلاء ينتمون إلى هذه الجهة أو تلك، يعني نعم. وتهم ارتباط بتنظيمات ومنظمات أخرى. هذا ما أخشاه أنا ويخشاه الكثير من أبناء الشعب الإريتري، تنعكس هذه السياسة الجديدة على الأوضاع البائسة داخل البلاد. نعم نعم بالتأكيد. عموما هذا ما كان من أمر دخول نظام أسمرة وجر البلد إلى تحالفات يعني بشكل عشوائي. جمال، سنعود في فقرة أخرى لنناقش موضوع أو نتذكر مع نهاية هذا العام معتقلين في سجون النظام التعسفي. خلف الغيود الأرض تعبق بالشذا. أحبابنا لا تنزوا خلف الغيود الأرض تعبق بالشذا. وعلى المدى صبح وليد العفق قد سكب السنا. وعلى المدى وليد العفق قد سكب السماء. والعزم يبعث في الربا المعنى الجديد، فلم لا أسى والدرب يهدر بالنشيد. أحبابنا يا أحباب. نصنع مجدنا. أحبابنا دق الجدار بالحق نصنع مجدنا. أحبابنا لا تسكتوا فالصمت يطمس صوتنا. أحبابنا لا تسكتوا فالصمت يطمس صوتنا. أحبابنا لن يختفي وضح النهار في أرضنا. أحبابنا أحبابنا.
مجدنا أحبابنا دق الجدار بالحق نصنع مجدنا أحبابنا لا تسكتوا فالصمت يطمس صوتنا أحبابنا لا تسكتوا فالصمت يطمس صوتنا أحبابنا لم يختفي وضوح النهار في أرضنا أحبابنا أحبابنا عودة أخرى أعزائي المستمعين، ونحن في ساعة هذا المساء نلقي الضوء على أحداث الوطن واليوم وفي نهاية هذا العام، وعندما تمر مناسبات يحتفل بها العالم ويتفائل بانفراجات جديدة بتطورات جديدة، نحن يعني نكون دائما يعني قلقون ومتوترون على أوضاع أحباء لنا في سجون النظام. يعني كما نعلم جميعا عشرات الآلاف من الأبرياء سجناء ومعتقلو الرأي، سجناء ومعتقلو بسبب دياناتهم، بسبب آرائهم السياسية، سواء كانوا من المواطنين العاديين أو من من كان له منصب قيادي في ظل الحكومة الإريترية. نتذكرهم جميعا اليوم، ويعني نمد بآمالنا يعني عريضة وواسعة على أن يحدث انفراج قريب في الوضع ويطلق سراح هؤلاء السجناء. ماذا نقول هنا زملائي جمال وصلاح؟ ملف المعتقلين وسجناء الضمير في إريتريا هو الملف المخجل حقيقة، ليس للعصبة الحاكمة، ولكن سيظل يعني يلاحق ضمير العالم وسيخجل الناس فعلا في جميع أنحاء العالم والشرفاء، لأنه أن يكون هناك يعني معتقلين من 20 سنة ومن 17 سنة ومن 14 سنة، و يعني هؤلاء الناس يشملون كل فئات المجتمع الإريتري، من رجال دين ومعلمين وساسة وقادة رأي وكتاب وصحفيين ونساء وأطفال وكبار في السن إلى آخره، ورواد النضال الإريتري. عندما يعني تم اعتقالهم كان حوالي يعني أعمارهم تعدت 60 وال65 سنة. يعني هذا ملف فعلا يعني سيكون يعني لطخة عار على جبين العالم وصمته تجاه مأساة هؤلاء. نحن لا نملك إلا أن نتوجه مرارا وتكرارا إلى الشرفاء في العالم من أجل تحريك هذا الملف، وإلى منظمات المجتمع المدني الإريتري من أجل يعني مزيد من النضال ومزيد من الضغوط، على الأقل في لتقديم هؤلاء الناس لمحاكمات عادلة أو الإفراج عنهم وهم جميعا يعني لا ذنب لهم سوى أن قالوا رأيهم وأن قالوا لا في وجه الظلم والعدوان. نعم أمان. نعم بالفعل، هو ملف يعني متعب وشائك ومعقد ووصمة عار كما قلت جمال، بالرغم من كل المجهودات التي بذلت، ولكنها تظل قليلة جدا بحجم يعني المعاناة التي يعاني منها الآلاف من هؤلاء السجناء لسنوات، عشرات السنوات، ومنهم غير كبار السن. هناك الشباب، يعني شباب ضاعت زهرة شبابه في سجون النظام في ظروف لا نعرف ما هي، منهم من قضى نحبه هناك ولا نعرف، يعني حتى لم يبلغ أهله بأنه يعني مات. على الأقل أنت يعني تعيش في أمل غريب، يعني أن يكون سجينك حي أم توفي أم كل هذه المسائل التي تجعلنا نمر بهذا العام بحزن أكبر على أن أوضاع السجناء ما تزال كما هي. صلاح. نعم هو حالة كما قلتم وتفضلتم، هي حالة إنسانية في المقام الأول، والمؤلم جدا جدا أن أكثر من 90% من معتقلي الضمير ومن السجناء ومن المحتجزين هم أكثر من 90% هم بالشبهات، يعني
ليس هناك دليل أو يعني أتليست أو على الأقل إذا كان ناشط سياسي يقارع نظام جبروتي، نظام ويعلم مصيره ويعلم أنه إما الاعتقال وإما يصل لمبتغاه كناشط سياسي، مع أنه كل الاعتقالات حالة إنسانية هي، ولكن أن يعتقل شخص طالب أو معلم لأنه فقط معلم لغة عربية أو تربية إسلامية، وطالب أو مجرد شيخ أطلق لحية أو قصر ثوب، ناس بالشبهات معتقلة من بداية التسعينات، من 92 أو من 91 حتى يومنا هذا، وأهاليهم لا يعرفوا مصيرهم. يعني هناك زوجات حتى الآن متعلقات بحبل أمل إنه ربما يعود. هناك حالات يعني رفضت، حالات زوجات رفضنا الطلاق وإنه تشوف حياتها يعني على أمل إنه يوم من الأيام يخرج زوجها من السجن. كل هذه الأمور لا يتصور الإنسان أن يكون هناك قلب يعني في شخص يقود البلد بهذا الشكل ولا يلتفت لهذه الأفكار ولا تأتي لحظة نعم. كإنسان. نعم. يعني هذه الأمور، وبالفعل هو عار علينا وعلى كل من يسكت على هؤلاء الناس، لأن مسائل الدين واللون والعقيدة والبشر هذه الأمور في الموت وفي السجن وفي الاعتقالات لا تعمل. وبعدين السجون تحدثت عنها تقارير حقوقية كثيرة عن حالة السجناء وحالة المعتقلين والمختطفين. هم كمان لا يمكن أن نسميهم سجناء، لأن السجين هو من تم محاكمته في محكمة ويعرف متى سيخرج والفترة التي سيقضيها. نتحدث نحن عن مختطفين، عن معتقلين، عن ناس أخذوا من بيوتهم. أنا هناك قصة حتى اليوم تحضرني، سمعها جار اختطف في مدينة كرم. نعم. الجار سليم وهو في الخارج الآن، يحكي لي لما أتوا لاعتقال شخص في كرم في بداية التسعينيات قال لهم دعوني ألبس أنا ببجامة نوم، فكان الرد لماذا تلبس؟ سنقتلك وندفنك في رمال النهر القريب من هنا. تلبس لها ليش يعني؟ في ايش تلبس؟ اخذوا بهذا الشكل، كلام بالليل ومسموع والجيران سمعوه، ويحكي لهذا الشخص وسمعها نعم. مباشرة من الناس اللي جو يعتقلوه. هذه الامور كلها تدعونا الى انه تدعونا بالذات نحن في المعارضة. بالتأكيد. هؤلاء الناس هم الشيء الوحيد اللي يجعلونا نترفع عن السقائر، نترفع عن خلافاتنا. نعم. لا يستطيع الإنسان أن يتحدث أكثر من كذا. دي حالة إنسانية تعجز فيها أن تعبر عنها. نعم. نعم بالتأكيد. يعني كما قلت ليس هناك المزيد ولا الكلمات التي يمكن أن تعبر عن حالة السجناء، يعني كلنا متأثرون بهذا الموضوع لأننا معنيون به. أن لا يوجد إريتري ليس له صديق أو أخ أو قريب سجين معتقل من بداية التسعينات وإلى يومنا هذا، يعني وطالت الكل. لم تعد هي عندما نتحدث عن المعتقلين لا نتحدث حصرا عن المعتقلين السياسيين فقط، وهذا للتأكيد، إنما كل المعتقلون الذين يعني اعتقلوا بتهم مختلفة ومن غير تهم وإلى آخره. فهذا أمر يعني الشعب هو بحجم يعني مسؤولية شعب وأمة بأكملها، ونتمنى أن يأتي التغيير قريبا، وأن يكون ملف السجناء هو أول ملف تتعامل معه المعارضة وكل قوى التغيير في الداخل وفي الخارج، وكل يعني منظمات المجتمع المدني المحلية والعالمية بمسؤولية كبيرة، ويعني يكون له مخرجات تعوض إلى حد ما حجم المأساة التي مر بها هؤلاء السجناء وأهاليهم وذويهم والشعب الإريتري. إذا لا يوجد إضافة ننتقل إلى ملف آخر. أنا أحب أن أضيف أنه الاعتقالات هي جاءت قبيل التحرير، وكان يتم اختطافات من داخل المدن السودانية أيضا. ونحن نتحدث اليوم فقط قبل 3 أيام توفي شاب في مقتبل العمر تحت التعذيب في عدي أبيتو اسمه علي حسن. يعني شاب مواطن عادي تم اختطافه تحت تهمة لم تعلن حتى الآن. أحب أن أقول أيضا لهؤلاء الجلادين، يعني هؤلاء الناس اللي قاعدين يرتكبون هذه الجرائم في السجون، إن جرائمهم لا تسقط بالتقادم وسوف يتم محاسبتهم. والمسؤولية ليست حصرا على النظام السياسي والقيادات، وإنما ستشمل كل الذين ارتكبوا
بالتأكيد. التعذيب نعم. والإساءة للإنسان في هذه نعم. السجون والمعتقلات. ورأيناه يعني في فيديو تداولته يعني وسائل التواصل الاجتماعي، في فيديو لسجن عدي أبيتو، يعني كم القهر الذي يمر به هؤلاء الشباب. يعني هذا نموذج بسيط مما تم تسريبه صلاح. نعم. بمناسبة الفيديو الذي تم تهريبه من عدي أبيتو، يعتبر عدي أبيتو بالنسبة للسجون الأخرى اللي موجودة تحت الأرض 5 نجوم. تخيل يعني نحن أو كل من شاهد سجن عدي أبيتو وجد عاش في حالة هكذا يعيش هؤلاء الناس، ولكن هؤلاء على الأقل موجودون في فوق الأرض، يعني في قاعة كبيرة، ولهم رأينا لهم غطاء من البرد مع أنه سجن. ولكن هناك سجون خاصة ما يعرف بتراك بي وتراك اي. هذه السجون يعني على يمينها ويسارها مجاري، أعزكم الله، مجاري الصرف الصحي، وبالتالي أمراض هناك لا أحد خرج أو يخرج من تلك السجون، سيموت هناك بأمراض وأدار سر وغيرها. وقائمة السجون التي تتجاوز 30 أو 40 سجن كلها تحت الأرض، لا يرى الإنسان النور. وهناك كتاب القولاق الإريتري شاهد على كثير من السجون، كتبه أحد المعتقلين السياسيين السودانيين الذي كان ناشطا في المعارضة السودانية، لا يحضرني اسمه. أمير عبد الله. أمير عبد الله، نعم القولاق الإريتري. نعم. فلا يفوتنا أيضا أن نتذكر زملائنا الصحفيين الذين تم اعتقالهم فقط لأنهم ما ساهموا في الخلافات اللي كانت ما بين مجموعة ال15 والجناح الرئيس، إنما فقط كانوا يعبرون، وكانوا هم مجرد منبر للآراء. فكل ما فعلوه أجروا مقابلات مع الوزراء والمسؤولين الذين عارضوا أو الذين طالبوا سياسة بالإصلاح، فكان ذنبهم أنهم أتاحوا فرصة، أتاحوا منبر لهؤلاء الناس. فهم الآن لهم أكثر من 13 أو 14 عام في السجون ولا يعرف مصيرهم، ومنهم من انقضى نحبه يعني في سجون عراعير وسجون باتكلم. فهؤلاء نتذكرهم، ونتذكر أيضا هناك أيضا نساء يتم اعتقالهم وتم اعتقالهم فقط لأنهم أعملوا خلاوي تحفيظ في بيوتهم. نعم. يعني في نساء معتقلات لأنه فقط درسوا القرآن الكريم لأطفالهم وأطفال جيرانهم في أسمرة وغيرها. وهناك معتقلين كما قلنا في أمور ما عندهم بها علاقة، يعني نعم بالتأكيد صلاح. كثير من الأبرياء في السجون. التضامن مع الجميع، وكما قلنا ليس لدينا أي موقف. وهناك أيضا زميلنا عبد القادر حكيم كتب بوست أو تعليق في الفيسبوك يتحدث عن أن المعتقلين ينبغي أن لا نفرق بينهم. نحن نقول له لا فرق، لا تفريق بين المعتقلين، الكل سواسية وكلهم مواطنين إريتريين. بالتأكيد. إذن يعني نناشد الجميع بأن يكون على قدر المسؤولية فيما يخص هذا الموضوع، وأن نتذكر معتقلين جميعا، وأن يعني نفكر في المستقبل كيف سيتم التعامل مع هذا الملف معارضة وشعبا. وننتقل إلى موضوع آخر بعد هذا الفاصل. ترفد ابنا ألبو ترفد ابنا ألبو حكنت الأبيات لا تفقر منه لس أبو فقر منه لس أبو فقر منه حكوي مدركا يدا وحكو حقا مسكبو.
الوطن أنبياء يولدون. سلام عليك يا وطني، سلام عليك يا وطني، سلام يغطي جحيم الغياب ويدفئ شتات غربتنا الصنوبري. يا الله رحماك يا الله، لنمنح موتانا شهداؤنا الأحياء وتلك العيون الصغيرات كفنا يستر عرى الروح وأغنية تشبهنا. لا وقت للحزن الآن يا أم الشهداء، لا وقت للحزن الآن يا أم الشهداء. كفكفي ما تبقى من ملح القلب، افتحي مسبحة الدعوات الصالحات، ارفعي كفيك الطيبتين إلى السماء. هي ما تبقى من أغنيات ومن صلوات. يا وطن، يا وطنا يحل سلاما علينا، يدثرنا أفق يشبهك، توحدنا ألوان الطيف وتفرقنا هويات، لتضيع أبجديات التراتيل القديمة أساطير الأغنيات، وتصير أسماؤنا نشيدا يفضح حبنا للأرض ووجها عاريا لكف الريح. صفاء هادئ عذب ووجه ضاحك طرب، ونور الوجنتين به إذا ابتسمت له صخب. هويت غرور يافعة فأدمى قلبي الوثب، فيا عجبي بنافرة يزيد نفورها العجب، يزيد نفورها العجب. تمكن حبها قلبي فكيف يزيله طب، تمكن حبها قلبي فكيف يزيله طب. صفاء أنت في نفسي وفاء زاده حب، صفاء أنت في نفسي وفاء زاده حب، صفاء أنت في نفسي وفاء زاده حب. كبنت الراح صافية كيانع فرعة العنب، كيانع فرعة العنب. وفي كل أنحاء وبالأركان كم درب، بها عابد صامت وحيد صمته صلب، خلو القلب عذبه كأن شعابه حطب، تحرق جنبه نار ويدري جوفه اللهب، تحرق جنبه نار ويدري جوفه اللهب، ويدعو
ربه حتى يكون ودادك السبب، يكون ودادك السبب. وفي كل أنحاء وبالأركان كم دربوا، فيها عابد صامت وحيد صمته صلب، خلو القلب عذبه كأن شعابه حطبوا، تحرق جنبه نار ويدري جوفه اللهب، تحرق جنبه نار ويدري جوفه اللهب، ويدعو ربه حتى يكون ودادك السبب، يكون ودادك السبب. صفاء هادئ عذب ووجه ضاحك ضرب، ونون الوجنتين به إذا ابتسمت له صخب، رويت رافعة فأدمع قلبي الوثب، ويا عجبي بنافرة يزيد نفورها العجب، يزيد نفورها العجب. مرحبا بكم مجددا أعزائي المستمعين، ونواصل معكم ساعة هذا المساء، ونقف الآن مع الفنان الإريتري الكبير فنان أغنية التيغري إدريس محمد علي، ونتذكره اليوم ونتضامن معه ومع ذويه ومع الشعب الإريتري ومحبيه ومحبي فنه بعد مرور 10 سنوات على اعتقاله. طبعا الفنان إدريس غني عن التعريف، ومن لا يعرف أغانيه يعني بدءا من أيام الثورة الإريترية وأغنيته المشهورة مثل حاوية حدقوني، يعني فنان غنى للوطن وتغنى به وأبدع بصوته بأدائه الموسيقي بإضافاته المتميزة لأغنية التيغري. لم يغب صوت إدريس ولم يغب فنه رغم غيابه هو. نتعاطف معه اليوم ونمد صلة التعاطف والتضامن مع المعتقلين من الفنانين والمبدعين بشكل عام. جمال. نعم أعمال الفنان إدريس محمد علي ليس فنان عادي أو مغني عادي، فهو قد رافق الثورة الإريترية منذ منتصف منذ يعني الربع الأخير من الستينات، وظل يجوب التجمعات الإريترية وهو يتأبط عود ومن يرافقه من العازفين. يعني أتذكر أنه مرحلة السبعينات كان صوت إدريس محمد علي هو الأعلى وهو الوحيد في ذاك الوقت، وقد غنى في الفترة دي هي فترة الانشقاقات وظهور قوات التحرير الشعبية. رغم انتمائه لقوات التحرير الشعبية إلا أنه كان يغني لوحدة المقاتلين وصمود جيش التحرير الإريتري، ولم يغني يعني في تلك الفترة يعني أغاني خاصة بقوات التحرير الشعبية أو أغاني يعني ضد جبهة التحرير الإريترية. هذا الرجل لم يتوقف يوما عن يعني عن الغناء، ولم يتوقف
عن النضال طوال السنوات قبيل اعتقاله. وعندما وجد أنه لا يكفي فقط النضال من خلال صوته والموسيقى، اتجه أيضا للعمل المنظم وتم اعتقاله مع عدد من رفاقه. إدريس محمد علي يمثل نموذج للفنان الملتزم بقضايا شعبه، الفنان الملتزم بقضايا الثورة، الفنان الذي أعطى ولم يعني لم يبخل بشيء. نعم. مأساة إدريس محمد علي هي نموذج أيضا لكل مأساة الفنانين والمغنين والمبدعين في إريتريا الذين تعرضوا منذ الساعات الأولى لاستقلال إريتريا وحتى اليوم يعني للتنكيل والتعذيب والسجون والاعتقالات، أو أن يدجنوا لصالح الخطاب الفج يعني للحزب الحاكم وللأسرة الحاكمة. نعم الله. نعم بالتأكيد جمال. يعني مأساة الفنانين والفن يعني في ظل هذه الحكومة أيضا أصبحت كبيرة ومعقدة. صلاح. نعم، إدريس الفن، إدريس الكلمة، إدريس حب الوطن، إدريس محمد علي ربما يعتقد سجانوه أنه أخفوا إدريس أو قتلوا إدريس إن كان قد قتل، وإن كان حيا فك الله أسره، وإن كان ميتا رحمه الله. ولكن إدريس حاضر الآن في مناسباتنا. نعم. في الأفراح إدريس حاضر بأغنية مرعاوي وغيرها. بالتأكيد. نعم. في الأغنية السياسية إدريس حاضر. إدريس اليوم أكثر يعني بكثير من هو إدريس. إدريس اليوم أصبح في 1000 إدريس. كل من يبدأ أن يخوض في أو يدخل في مجال الغناء يتتلمذ على يد أو على أغاني إدريس محمد علي. نعم. وبالتالي خسر السجان أكثر مما كسب من اعتقال إدريس محمد علي. بالتأكيد. فإدريس تقنى للوطن، وتقنى للحبيبة، وتقنى أحد الأفراح والأتراح، وتقنى للثورة، وهو من مؤسسي فرقة عشاق الوطن. ومن عاد إلى الوطن أيضا لم يعد ليتقنى للطاقية ولا يتقنى لنظامها، إنما عاد أيضا ليمارس هوايته في الحياة. لا يعرف إدريس إلا أن يتقنى للوطن. فأنا أقول لمن اعتقله: أنت اعتقلت جسد إدريس، ولكن روح إدريس وفن إدريس وأحلام إدريس موجودة في كل الإريتريين. هذا ما نستطيع أن نقوله عن إدريس. ولا يفوتنا أيضا أن نذكر اليوم الذي اعتقل فيه إدريس، وكان واحد من آلاف الشباب والرجال الذين تم اعتقالهم في يوم واحد، من آخر نقطة من دنكاليا إلى قرورة، ومن على قدر و13 إلى أم حجر. كان حملة كبيرة اعتقالات بدعوى أن هذه المجموعة تعمل سرا لقلب نظام الحكم، وهي فرية طبعا أراد بها سياس ومجموعته لشيء في نفسهم. اختلقوا هذا لا يمكن لإدريس أن يعمل لقلب نظام الحكم، فهو إن أراد ذلك كان بقي خارج إريتريا وعمل مع التنظيمات التي تعمل بوسائل متعددة مسلحة سياسية لقلب نظام الحكم. وبالتالي هذه كانت فرية. نتذكر دكتور طه محمد نور، نتذكر صلاح قرينات، نتذكر جمع كميل، نتذكر محمد موسى ركا، نتذكر، ونعتذر لمن لم نستطع ذكر أسمائهم. هؤلاء الناس آلاف اعتقلوا في يوم واحد مع إدريس محمد علي. رحم الله من مات في معتقلات سياس، وفك الله أسر من هو باقي على قيد الحياة. نعم. نعم بالتأكيد. الرحمة لمن هو حي وهو ميت في هذه السجون. يعني حتى الأحياء هم يعني حياة أفضل منها الموت أحيانا في ظل الظلم والقهر، ولكن تظل الحياة هي مليئة بالأمل، وبالأمل في الشعب، وبالأمل في التغيير، وبالأمل في مستقبل تعي فيه الأجيال القادمة حجم المعاناة وحجم العطاءات التي قدمها الشعب الإريتري كله بكافة فئاته، من فنانين ومن سياسيين ومن صحفيين وإعلاميين ونساء وشباب وشابات. يعني ضحوا وعملوا وصمدوا في ظل نظام ديكتاتوري قاهر. إلا أعتقد أن إريتريا سيمر عليها في أي وقت بعد سقوط
وسقوط نظام مستوى هذا القمع وهذا القهر الذي عانى منه شعبنا لسنوات طويلة، ونتمنى أن يزول قريبا، ونتمنى مع نهاية العام أن تسود يعني روح الرحمة والمحبة والتسامح بين أبناء شعبنا من أجل أن نعمل معا لمستقبل أفضل لإريتريا. هذا بجريح وتلك أمي في العراق، هذا بجريح وتلك أمي في العراق، وأختي آيات تهاجم كل العناء باسمكم جميعا إذن هذا كان تغطيتنا لهذا الأسبوع، وفي ظل يعني نهاية العام الجديد نتمنى لشعبنا عام سلام ومحبة في كل مكان، ولمعارضتنا المزيد من الدفع والمزيد من العطاء الجاد والمسؤول في سبيل التغيير، ولشعبنا في الداخل أيضا المزيد من الصمود من أجل التغيير القادم حتما إن شاء الله. كل عام وأنتم بخير جمال وصلاح. كل عام والجميع بخير،
كان لزاما على المناضل إدريس محمد علي بعد هذا النضال الطويل أن يصطدم بالطاغية وبالعصبة الحاكمة، وإن لا يتدجن لينفذ أو ليكون صوته ضمن الجوقة التي تمجد النظام. كان لزاما عليه وعلى كل الشرفاء الذين يتواجدون في الداخل ويصطدمون يوميا بسياسات القهر والقمع، ولكن لا يخضعون. نسأل الله العلي القدير أن يزيد القوة لشعبنا في الداخل ومزيد من الصمود، وكل عام وأنتم بخير. نعم، كل عام ومستمعينا وشعبنا ومحبي إريتريا بكل خير. نودع هذا العام 2015 وكلنا أمل بأن العام القادم 2016 هو عام تغيير، عام تتوحد فيه جهود المعارضة الإريترية والشعب الإريتري، عام نترك فيه خلافاتنا إلى الوراء ونتطلع إلى ما هو أهم وهو تغيير واقتلاع هذا النظام من جذوره. فنتمنى للجميع أن يعد درس، فأكثر من 20 عام من المعاناة، من معاناة شعبنا تكفي وأكثر من كفاية أن نكون يد واحدة، أن نتفق على برنامج حد أدنى، ويكون العام 2016 هو عام الخلاص لشعبنا، وعام يعني ينتهي فيه النظام وإلى غير رجعة. كل عام وأنتم بخير. وأنت بخير. صوت المنتدى.